تحية لأهل فلسطين ورحم الله شهداء فلسطين ونسأل الله النصر لأهل فلسطين. افرح يا ولا، ال5G أخيرا داخل مصر، والحقيقة إن ال4G بيفصل لو غيرت مكانك على الكنبة. بروسيسورز AMD الجديدة المعتمدة على معمارية زين 5 دخلت حيز الإنتاج الكمي، وبديل ال GTX 1650 هيكون ال RTX 3050 بس برامات 6 جيجا، ودي حلقة جديدة من الخلاصة. بعد ما بدأت السنة الجديدة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نترا ادى الضوء الأخضر لشركات الاتصالات اللي بتقدم خدمات الإنترنت البيت DSL بإنها ترفع قيم الاشتراكات بتاعتها بنسبة 33%، وقبلها كان في من 10 ل 15% زيادة في أسعار باقات وكروت شحن الموبايل، وده على حسب الشركات بسبب التضخم اللي سارح في البلد السنة اللي فاتت. فيا عيني يا ليلي الشركات دي أرباحها تراجعت. وخد عندك التقيلة، أسعار الخدمات اللي شركات الاتصالات بتقدمها بتقول إنها لا تواكب التضخم كاسعار. طبعا ده كلام في الهجايس، كلام عشان نرفع الاسعار بدون ما نزود جوده الخدمه بتاعتنا. تضخم ايه وبتاع ايه؟ قطاع السلطات الاتصالات بشركاته الاربعه بيصرف على الاعلانات سنويا مليارات الجنيهات، بس التضخم يجي على المستهلك اللي ما بيشوفش خدمه بما يرضي الله. المهم ان ال5G اخيرا داخل مصر. الشركه اللي حصلت على الترخيص اولا كانت وي المصريه للاتصالات، اللي وقعت على التراخيص الجديده لل5G اللي انتشر من 2019 بره مصر، وتشغيله هيكون لمده 15 سنه بقيمه 150 مليون دولار. ده طبعا بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي للشركه في لقائه مع بلومبرج الشرق الاوسط. وعلى حسب بلومبرج برضو ان الشركه هتعتمد على نفس الترددات المتاحه لشبكه ال4G، يعني مفيش ترددات جديده ومفيش هاردوير جديد او ابراج جديده ده لحد اللحظه، وعلى الاقل في المناطق القديمه. انما المناطق الجديده زي العاصمه الاداريه الجديده مثلا فيها ابراج تشاركيه تم تنفيذها عن طريق شركه بنية المصرية، واللي هتقدم خدمات ال4G وال5G مع بعض. موضوع الترددات ده لو هيسهل حاجة فهيسهل وقت توفير الخدمة الجديدة، لان كتير من نسخ السمارت فونز دلوقتي بقى فيها شرايح ال5G سواء كانت اقتصادية او متوسطة او فئة عليا، فبالتالي الاختبارات على تشغيل الخدمة هتاخد وقت اقل، بالتحديد كده على حسب تصريحات الشركة 6 شهور من شهر يناير او من شهر الاعلان الرسمي. وفي اماكن زي المدن الجديدة بالاخص في خلال 3 شهور هتقدر تستخدم ال5G. ضيف على كده ان اقتصاديا او من ناحيه الميزانيه الاعتماد على نفس الترددات مش هيكلف الشركه كتير، على الاقل في البدايه، لان على حسب ما هو منتشر ان الشركه بتخسر ماديا، وانها هتاخد قرض بقيمه 14 مليار جنيه من بنك مصر بهدف تمويل العمليات التشغيليه للشركه اللي ملهاش علاقه مباشره بال5G. طبعا انت تسمع ال5G تقول الله سرعه اعلى، يجي 100 مره اسرع من ال4G، استجابه اسرع. متوسط سرعه ال5G هو 10 جيجا بت في الثانيه الواحده، ده المتوسط، يعني 1.25 جيجا بايت في الثانيه الواحده متوسط السرعه نظريا. اقصى حاجه برضو نظريا على حسب كلام كوالكوم بتوصل ل 20 جيجا بت في الثانيه الواحده، يعني 2.5 جيجا بايت في الثانيه الواحده، ورزون تنزل في كوبايه شاي. حلو، بس ماذا بعد؟ انت عارف متوسط سرعه ال4G كام؟ 40 ميجا بت في الثانيه الواحده، واتحداك لو انت قاعد في بيتك كده راكن على كنبتك بتستفيد بيهم. يا راجل انت لو حركت كتف دراعك اللي ماسك بيه الموبايل هتلاقي الشبكه نزلت من 4G ل H+ واحيانا بتفصل. انا مش بقولك انك اتحركت من مكان لمكان، كتفك بس خدل من مسكه التليفون فبتريح ايدك فالشبكه بتفصل منك. غير كده كمان 1.25 جيجا بايت في الثانيه الواحده اعمل بيها ايه؟ باقات التليفون محدوده اكتر من باقات الانترنت DSL، وحجمها اصغر بكتير وسعرها اغلى بكتير. ال 500 ميجا في باقه مثلا من باقات اتصالات، ال 500 ميجا ب 7 جنيه بعد الضريبه. وعاوز اقول لك ايه، 500 ميجا مفهومش بركه وعليهم حوارات، مش عارف الميجا بميجا للسوشيال وبره السوشيال ب2، شغل بياعين خضار والله. جيجة الانترنت DSL بجنيه و23 قرش بعد الزياده الجديده قصاد 7 جنيه، ده على حسب عرض جيجا تانك الاقل. انا عارف ان دي تكلفه ودي تكلفه ودي حوار ودي حوار تاني خالص، وان كل ما الحاجه بقت متاحه تتحرك بيها بقت اغلى، زي اللابتوب كده اغلى عشان بتتحرك بيه بس مش اقوى، على عكس ال5G. ال5G مش هيكلفك حاجه بس هيكون اسرع
اسرع واقوى واسرع بتخلف على نظام الميجات اللي شغالين بيها كلنا ما ينفعش. بقول لك بينقل ب1.4 جيجا بايت في الثانيه الواحده في المتوسط، فالنظام ده لازم يتلغي ونكبر بقى ونخش في الجيجات الكبيره او النظام اللامحدود. الملخص عشان انا مش عاوز احبطك، يعمل ايه ال5 جي في باقات محدوده؟ هو حاجه حلوه وليها مردود اقتصادي وتقني وكل حاجه، بس السرعه دي متكتفه باسعار وكوتا او انترنت محدود مساحته غير منطقيه بالنسبه لسرعه ال4 جي والدي اس ال مش ال5 جي. انا احب شركه زي اي ام دي ملتزمه بالتايم لاين او الجدول بتاعها، الاجيال بتنزل في ميعادها، مفيش تاخير مفيش تاجيل، كل حاجه مظبوطه على ساعه العمر التقادمي لكل جيل ما عدا الرايزن 3 ده واقع من حسابات الشركه تماما. كل سنتين بقى في جيل جديد، 2020 كان عندنا الرايزن 5000، وفي 2022 كان عندنا الرايزن 7000، وفي 2024 هيكون عندنا الرايزن 8000 او الرايزن 9000. لسه مفيش حد متاكد من التسميه دي، بس الاكيد انه هيكون معتمد على المعماريه الجديده الزين 5. المعماريه الجديده على حسب التسريبات دخلت حيز التصنيع الكمي، يعني تقدر تقول ان في خلال الفتره اللي جايه ملامح المعماريه الجديده هتبدا تبان، ملامح زي استهلاك الطاقه ودقه التصنيع، المواصفات زي التردد مثلا او عدد الانويه او نوع الانويه، لان زي ما انت عارف من تسريبات فاتت ان اي ام دي ناويه تعتمد على تصميم الانويه الهجينه بس بطريقه مختلفه، شفتها في الزين 4 والزين 4 سي. وطبعا هيكون في تواجد لانويه الاي اي او الان بي يو، بما ان كل حاجه تقريبا دلوقتي رايحه في اتجاه الذكاء الاصطناعي زي ما شفنا في الجيل الجديد من الاي بي يو الرايزن 8000 جي. المعماريه الجديده بنسبه كبيره جدا هتعتمد على دقه تصنيع اقل من اللي موجوده في الزين 4، مش متحدد بالظبط هتكون كام، بس تسريبات كتير بترجح انها هتكون معتمده على دقه تصنيع بحجم 3 نانومتر، بالتالي هنشوف كفاءه في الطاقه زي ما هنشوف زياده في الاداء. وكالعاده المميز في اي ام دي انها حتى لو انتجت شرايح جديده زي ال700 مثلا الا انها هتعتمد على نفس السوكت الاي ام 5 الحالي، يعني لو انت ناوي تحدث من ال7000 لل8000 او ال9000 هتعمل ابديت بايوس وانتهت الحكايه. ودي شايفها اقوى نقطه اي ام دي بتلعب عليها، سهوله التحديث ده مع دعم البي سي اي اكسبريس 5 والدي دي ار 5، بس هيكون بخطوط اكتر وهيتم تعميم البي سي اي اكسبريس 5 بشكل اكبر سواء على خطوط كروت الشاشه او كروت البي سي اي اكسبريس او الاس اس ديز نفسها. خلينا كده نذكر حسنات اي ام دي في جيل الرايزن 7000. اولا كفاءه الطاقه، دعم للتقنيات الجديده، فرق اداء محترم عن الجيل اللي قبله مع ثبات السعر، منصه قابله وسهله في التحديث، اداء احسن في الالعاب او في اداء النواه الواحده ولكنها منصه غاليه، في معالجات فقدت قيمتها السعريه بسبب عدد الانويه الثابت قصاد انتل. فاي ام دي في الجيل الجديد محتاجه تعيد النظر في عدد الانويه وكمان في سعر المنصه، انما الاسعار للمعالجات نفسها انا شايف ان مع التعديل في عدد الانويه اكيد هنشوف زياده سعريه، بس هنشوف بروسيسورز بانويه اكتر بالاخص في الفئات الاقل، واكيد هنشوف انويه للذكاء الاصطناعي، ويا رب يعني نشوف الرايزن 3 يكون بتاع 6 انويه 12 ثريد كده. من بعد ما عرفنا ان كروت الجي تي اكس 16 سيريز كلها هتنتهي او هتتحال على المعاش او هيتوقف تصنيعها بالكامل، اول سؤال خطر على بالك عزيزي المشاهد اللي على الحديده، هل هيكون في كروت ارخص من ال 250 دولار او ارخص من ال 3050، ولا ال 3050 دلوقتي هيعتبر ارخص كارت شاشه من انفيديا بعد ما ابتدى يتسحب البساط من الكروت الاقل بالاخص الجي تي اكس والهيمنه بقت لكروت الار تي اكس. بس للاسف ال 250 دولار بتوع كارت زي الار تي اكس 3050 لا يعتبر كارت اقتصادي بالمره، يعتبر بدايه الفئه المتوسطه. فاحنا دلوقتي عشان نعمل تجميعه اقتصاديه بكارت شاشه هتعدي الفلنكات، ده بعيدا عن ان اساسا سعر التجميعات في مصر كله معدي الشلاحات. فعلى حسب اراء بعض الناس وحتى هنا في التعليقات ان الحل الاسلم هو كارت شاشه يكون بنفس سعر الجي تي اكس 1650 بس بنكهه الار تي اكس، بالتحديد قوي نسخه من الار تي اكس 3050 لكن برامات اقل 6 جيجا مثلا. حل يكاد يكون عقلاني جدا والحقيقه هيكون مناسب. تقنيه الدي ال اس اس مثلا اللي انتشرت في العاب كتير الفتره الاخيره سواء كانت العاب التريبل اي او الكومبيتيتيف منها بتدي بوست محترم لمعدل الفريمات، ففي الاجهزه الاقتصاديه هيكون بوست كويس جدا للاداء، زي ما ناس كتير وانا منهم بيرجح ان لو في فرصه انك تفعل الاف اس ار بتاع اي ام دي في لعبه فعلها واعتبرها زياده ببلاش مش قوي. وده نوعا ما اللي هيحصل او الاشاعات بتقول ان ده اللي هيحصل، لان على حسب ما هو منتشر يقول ان انفيديا انتهت من وضع مواصفات شبه نهائيه لكارت جديد من الفئه الاقتصاديه. الكارت ده هيعتمد على شريحه الجي اي 107 اقل شرايح معماريه امبير القديمه، نفس اللي موجوده في كروت الار تي اكس 3050 ولكن نسخه الاو اي ام اللي تم الاعلان عنها رسميا في يوليو 2022، بس ما كانتش محور اهتمام قوي لان كده ال 3050 كان اعلى وكان موجود وكروت
كروت الجي تي اكس كمان كانت موجوده. الشريحه دي بقى هتكون بعدد 2304 كودا كور بدلا من 2560 في ال 3050، فهيسحب متوسط ال 70 واط. فممكن تلاقي نسخ من غير منفذ طاقه اصلا، واللي هتلاقيه بمنفذ طاقه 6 او 8 بن هتكون نسخ مكسوره السرعه جامد قوي او بتبريد اوفر باورد عليها. الداون جريد كمان في الرامات اللي هتكون 6 جيجا من نوع جي دي دي ار 6 بدلا من 8 جيجا من نوع جي دي دي ار 6. سعر الكارت ده حتى الان غير معلوم، والكارت نفسه مش معروف ان كان هيكون موجود ولا لا، بس يقال ان السعر هيبدا من 179 دولار واحتمال يبقى متاح في شهر فبراير 2024. نيجي بقى لسؤال مهم جدا، الرامات ال 6 جيجا دي هتكون كافيه على 1080 بي ولا لا؟ لان الناس اساسا جاده من ال 4060 وال 4060 تي اي وهو برامات 8 جيجا. ده في ناس شايفه ان ال 12 جيجا اصلا قليل في كروت السبعينات. والسؤال الاهم، هنخسر قد ايه من الاداء بعد كل التضحيات دي عشان سعر ال 179 دولار؟ والاهم بقى، هل تخفيض سعر ال 3050 الاساسي واعلان انفيديا عن ال 4050 حل افضل من 3050 جديد، ولا احنا اساسا مش مكتوب لنا نشوف ال 4050 زي الرايزن 3؟ والاهم انت رايك ايه في التعليقات؟ ولايك بقى لو الحلقه عجبتك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.